العائلات والناس النوعيه دي من الجمهور كان غايب عن الجمهور. ده صحيح. صح ولا لا؟ ده صحيح. ما كانش في كم السينماهات، كان الصوت وحش جدا في السينماهات. ما فيش مثلا 3 بنات يقدروا لوحدهم يخشوا. الكلام ده حصل يعني من 5 سنين تقريبا او تقريبا يعني ابتدت سينمات بمستوى معين بالزبط. بيقدر يروحها كل الشباب ومفيش مشاكل والعائلات كمان تخشها. نمره واحد. ده ميزه عندهم. ده ميزه. ميزه مش عندهم، ميزه للصناعه السينما عندهم يعني. انا بقول مجازا يعني انها تبقى ليهم يعني. تاني حاجه ان كان في كم منتجين اكتر قبل حرب الخليج. يعني من ابتداء من حرب الخليج ابتدت المنتجين تقفل مكاتبها وتبطل وتقول لك لا ومش مضمون ومضمون، لان كان في مشكله في التوزيع، لان كانت الفيلم المصري كان بيعتمد اساسا على الاعلانات، على التوزيع الخارجي واعلاناته طبعا على التوزيع الخارجي. أيوة. وايراد الفيلم الداخل ما كانوش بيفكروا فيه كفايه، لانه ما كانش لدرجه ان انت لو تفتكر ان احنا عملنا كذا ندوه طبعا في الاهرام ومع الاستاذ محمود عبد العزيز والملك فريد شوقي الله يرحمه ومحمد رمزي، وقعدنا كنا بنتكلم يا جماعه اوروبا بتجيب ايرادها الاول من الداخل وبعدين من قنوات التلفزيون وبعدين من الخارج، لان احنا مش امريكا ولا احنا الهند. انت ايه رايك ان الفتره اللي فاتت دي بقى لنا يعني 2 3 والسينما تضحك؟ وانت قلتي مره ان السينما مش معقوله تفضل تبقى ضحك في ضحك، ما ينفعش. يعني السينما ناقصه سينما. السينما دي حلوه بس ناقصه سينما. عايز تعليق. وده ابتدى، وده فعلا هو ده اللي انا قلته وابتدى يحصل. يعني لقينا في ارض الخوف، لقينا في فيلم رضوان الساحر الاستاذ محمود عبد العزيز، رضوان الكاشف عمل جو شويه كويس في دمشق. في فيلم بحب السيما لأسامة فوزي اللي انا مشتركه فيه انا ومحمود حميده، وبطل طفل صغنن رائع. في فيلم داوود عبد السيد الجديد انا لسه ما شفتوش. يعني اقصد ان في فيلم السادات طبعا لمحمد خان. يعني بدأ يحصل تحسن شويه، وده عادي، ده بيحصل. وبعدين برضو هتلاقي حتى ان افلام الضحك ابتدت كل فيلم بيبقى احسن من التاني شويه، بيبقى فيه موضوع اكتر، بيبقى اصحاب ولا بيزنس مثلا. انا خالص الحقيقه، معلش ما تزعليش مني. انا سرحت خالص منك لانك قلتي تعبير يعني خضني انا شخصيا على الولد. قلتي ولد جميل جدا جدا جدا، فانا سرحت في علاقتك الفظيعه بالاطفال. وان انت ما اتجوزتيش وما خلفتيش لغايه دلوقتي. ما ان شاء الله هيحصل.